بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. ان شاء الله دي الفراخ اللي هي بنأكلها العلف اللي احنا عاملينه على ايدينا. ما شاء الله. النهاردة عمر 14 يوم بالظبط. ما شاء الله، يعني جايب معانا نتيجة اهوت ما شاء الله. والفراخ بتاكله شيتها فيه كويسة جدا. مش سايباه ولا حاجة، زي ما انتوا شايفين اهوت. مخلصين الاكل اللي قدامهم اهوت ومش سايبين فيه اي حاجة. فبجد انا ندمانه على كميه العلف اللي كنت بشتريها قبل كده. كنت بشتري كميه علف كتيره جدا وكبيره. بالطريقه دي انا وفرت يا جماعه نص التكلفه او اكتر كمان. يعني كنت بشتري شكاره ورا شكاره ورا شكاره. لا، بالطريقه دي ما شاء الله، يعني لحد الان ما خلصتش نص شكاره من يوم ما جبته. وفي نفس الوقت ما شاء الله جايب نتيجه معانا. انا خدت الصينيه بتاعتهم اهوت، وهقول لكم العلف ده طبعا عاملاه ازاي للي ما شافش الفيديو اللي قبل كده. خدت منه بقى كميه. فالعلف ده يا جماعه بتحسوا ان هو طري شويه او بيلزق سنه. لو انتوا ما حطيتوش فيه كميه العلقه مناسبه او قليله شويه، بتحسوا ان هو ملزق شويه. فبحط شويه علقه ناعمه. العلقه دي كمان انا ضايفه عليها عيش مطحون، يعني دي مش علقه صافيه برضه اللي انا ضفتها دي. حطيتها وبخلطها جامد بيه عشان يبقى خشن شويه يعني. او يبقى ما بيلزقش قوي. حطيت عليها زودتها العلفة الناعمة مع العيش المطحون. طبعا كل ده بيزود الكمية وبيزود الفايدة ان شاء الله. وزي ما انتوا شايفين قدامكم اهوت الفراخ ما شاء الله كويسة وبتاكلوا يعني. انا جيت يوم يا جماعة حطيت، شلت العلف اللي انا بحطه ده. لقيت فرخ تعبان. فقلت يمكن من العلف اللي انا بحطه، وشلت العلف اللي انا بحطه وحطيت اللي عليها بس صفر. لقيت ان الفراخ مش راضيه تاكلها خالص وعايزه الاكل اللي انا بعمله ده. لانه سهل جدا سهل الهضم وبيحبوه جدا يعني شهيتهم فيه بتبقى حلوه عن العلفه الصافيه دي. اما الكتكوت الواحد اللي تعب ده، فده طبعا لازم بيكون في نافق او في فراخ. بعض الفراخ اللي بتموت او فيها اي مرض حتى لو بنأكل عليه صافية. المهم ان ما يكونش كل الفراخ تعبت. هو فرخ واحد اللي تعب ومات. لكن الباقيين كويسين. يعني احنا حتى لو بنأكل عليه صافية يا جماعة، لازم برضو يعني بتلاقي فرخ ما يكملش فرخ يعني مش كويس في وسطهم حتى لو احنا بنأكل عليه صافية. هو ده الفرخ الوحيد اللي تعب فيهم ومات. اما باقي الفراخ ما شاء الله. التصوير كمان ظالمها التليفون يعني بعافية شوية. وكمان المكان ضيق. ان شاء الله هنقلهم في مكان اوسع شوية واعرف اصورهم لكم وتشوفوهم يوم بيوم ان شاء الله وهم بياكلوا العلف اللي احنا بنعمله ده. الموفر خالص والله يا جماعة، موفر جدا يعني. هتقدري بكيلو واحد علفة او العلف اللي احنا بنشتريه هتعملوا قصاده 2 كيلو. يعني هيفرق معاكي خالص ويوفر معاكي جامد. انا اخر شكارة يا جماعة شارياها. شارية الشكارة 23% ب600 جنيه مقفولة. ب600 جنيه. والشكارة واشتريت معاها شكارة تسمين كانت ب585 جنيه. البادي ال21% انا ما اشتريتهاش، بس كان سعرها 575 جنيه. هما بيقولوا نزل شوية بس المحلات مش راضية تنزل النزول، مش راضية تطبق النزول. يعني لسه برضو سعرها غالي يعني. سعرها دلوقتي يعني في اكتر الاماكن اللي نزلت مش هتقل عن 540 جنيه. برضو سعر غالي. سعر غالي جدا. احنا كنا بنربي قبل كده يعني كانت اما بتبقى ب200 جنيه بنقول غلت. اما الوقت فيعني عدت الحدود كلها. فالطريقه دي والله يا جماعه ان شاء الله هتفيدكم جدا وتوفر معاكم كتير يعني. وهي ما شاء الله جايبه نتيجه الحمد لله والفراخ كويسه. يعني بتهيألي حجمها طبيعي خالص لعمرها زي ما بيكون بنأكل عليها قصافة خالص. بفكركم يا جماعة ما تنسوش اللايك، لان جميع الفيديوهات ما حدش بيحط عليها لايك خالص. فده مش مخلي يعني القناة تشتغل خالص ولا الفيديوهات يبقى لها اي اهمية. يا جماعة لو سمحتوا لو تكرمتوا لو عايزيني اكمل او لو الفيديو بتاعي بيعود عليكم باي منفعة، ما تنسوش اللايك يا جماعة لو تكرمتوا. هيفرق معايا شوية يعني. الطريقة يا جماعة ان احنا بنجيب بواقي الاكل اللي عندنا هو عيش
برضو بيكون باقي من اكلنا، ما بقولش العيش اللي هو جاي من الفرن، لا اللي باقي مننا عادي. والبواقي الاكل، اي بواقي اكل عندك بس ما تكونش يعني ناشفه، يعني ما يكونش قشر بطاطس، ما يكونش، لا مش قشور، يعني بواقي الاكل اللي عندك. يعني اللي قدامكم دي بواقي اكل يعني كانت فيها بيض وفيها رز وفيها عدس شوربه، والله حطيته يا جماعه، وعيش. اي بواقي اكل عندك هتنفع. ويا حبذا بقى لو في بواقي بيض يعني بيفتح شهية الفراخ جدا. يعني لو اي فراخ عندكم مش عايزين لاقيينها ما بتاكلش او شهيتها قليلة، حطوا بس يعني حطوا افركوا كده بيضة مسلوقة في وسط الاكل اللي هما بياكلوها، هتلاقوهم يعني بياكلوا الضعف تماما. المهم نحط بواقي الاكل مع العيش والرز اللي بقى عندنا المطبوخ، الرز المطبوخ العادي. لو مفيش، لو في عندكم حت، بس الحت بيبقى فيه يعني حصو كده او تراب فبلاش. لو رز جودته رديئة شوية او مش هتستخدموه للاكل، او الرز اللي يتبقى مننا عادي، والعيش ونحطه على النار بكمية كبيرة كده يعني عشان نقلل من حجم العليقة اللي احنا هنحطها. وبعدين اول ما تغلي احنا بنديله غلوة عشان لو الاكل ده فيه اي بكتيريا ما يأثرش على الفراخ. هو بيغلي على طول يعني بسرعة. وبعدين بنحط بنقوم مقلبينه بقى اول ما يغلي بكمية عليقة قليلة جدا. يعني ممكن تعملي على 2 كيلو مية هتحطي حوالي نص كيلو عليقة. فهتلاقي الحجم او الكمية ضعفت معاكي، اتضربت في 3. يعني هتأكلي الفرخة بتاعتك بكيلو عليقة، ممكن تأكلوهم اليوم كله حتى لو عدد كبير بكيلو عليقة واحد. انا هنا زودت شوية عليقة لان حسيت ان هي بتلزق شوية، كان كمية الرز والعيش كبيرة شوية، او حسيت ان هي بتلزق فزودتها شوية عليها عشان اخشنها شوية. وزي ما هوريكم دلوقتي اديت لهم الاكل قدامهم اهو. هو دلوقتي كده واكلين الاكل اللي انا حاطاه قبل كده. انا خدتها دلوقتي وهحط بقى فيها الاكل ده وهحطه لهم تاني. ما شاء الله يا جماعة اكنهم يعني حتى والله لو واكلين بياكلوا. وممكن يا جماعة لو عايزين توفروا كمان شوية، ممكن تقلبوا الخلطة دي بدشيش ناعم وعلف. دشيش ناعم وعلف، بس المهم ان انتوا ما تشيلوش العلف نهائي، لان بيبقى فيه مكونات لازمة لنمو الطائر او لنمو الكتاكيت، يعني حاجات، بعض المكونات يعني اللي احنا مش هنعرف نجيبها كل واحدة لوحدها يعني، فبنستغنى عن كل ده ونجيب العلف. يعني مش هنقدر نستغنى عن العلف نهائي، إلا إذا كان في الأعمار بقى الكبيرة خالص، مثلا عدينا 40 يوم ولا حاجة أو 45 يوم، ممكن نستغنى عنه إلى حد ما. برضو يا جماعة أنا بقدم لهم الأكل ده دافي، بحب أقدمه لهم دافي، يعني بعمله قبل ما أطلعه لهم على طول علشان ما يعني ما يتعرضش للتلف أو ما يبوظش. لو فضل قدامهم مدة كده يعني طويلة، يعني ما بقاش قلقانة عليه إن هو يبوظ ولا حاجة، وكمان بيبقوا فرحانين بيه جدا وهو دافي. طبعا ما بسيبش يا جماعة العلف كده كده قدامهم عشان يطلعوا عليه ويعملوا حمام عليه، لا انا بحط العلف كده وبقوم حاطه بتاعه العلافه عليه من فوق، بحيث ان هم ما يعرفوش ان هم يطلعوا عليه زي ما انا سايباه كده، سايبهم كده كده بيطلعوا عليه وبيلوثوه. لا انا ما بسيبهوش كده، انا سايباه كده بس عشان بصور. لكن بعد ما بحط العلف بقوم حاطه اللي هي العلافه بتاعه العلافه من فوق اللي هي بنحط فيها العلف، الجزء اللي فوق يعني من العلافة اللي هو اللي بيبقى فوق ده بقوم حاطاه عليها عشان ما يطلعوش عليها، يعني عشان ما يطلعوش على العلف. كمان برضو يا جماعة ممكن ان انتوا بدل ما تحطوا العيش والرز ممكن تحطوا كمية قليلة جدا من الدشيش الناعم. اول ما بيتطبخ بيزيد جدا جدا، يعني بيتضاعف جدا يعني، وبيبقى سهل الهضم خالص على الفراخ، وبتلاقوه مش هياخد معاكوا علفة نهائي، يعني كمية علفة بسيطة خالص، وبيكون خشن كمان مش طري مش بيلزق زي العيش والرز. فالدشيش الناعم افضل كمان، يا اما هتحطوه ويتسلق وده الافضل طبعا بيزود الكمية جدا، يا اما تقلبوه مع العلف. بس ده بيبقى هضمه صعب شوية على الفراخ، فالاحسن ان احنا نحطه يتسلق في الاول، هيقلل معانا كمية العلف اللي احنا هنحطها كتير قوي يعني. وان شاء الله افضل اصور لكم الفراخ دي يوم بيوم وماشيين معاها ازاي لحد ما نوصل لعمر الذبح ان شاء الله.
بفكركم يا جماعة لو فضلتوا معانا لحد دلوقتي باللايك لو تكرمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.